هو المهاجم النيجيري بيتر ايبي بتاع الاهلي. فين دلوقتي؟ في سنة 2015 الاهلي تعاقد مع مهاجم شاب من نيجيريا مكسر الدنيا هناك اسمه بيتر ايبنبوي. كان متألق جدا مع نادي بايلسا ومسجل 18 هدف في 24 مباراة في الدوري النيجيري، ولاعب صغير في السن، والكل كان مستبشر خير انه يقدر يتألق مع الاهلي. ولكن بعد ما انضم 12 مباراة سجل 3 اهداف وما كانش قادر يقدم اضافة كبيرة يعني علشان يلعب موسم واحد مع الاهلي ويرحل بعد كده وينتقل للانتاج الحربي. 7 مباريات ما قدرش يسجل ولا يصنع وما كملش مع النادي. بعدها لفة كبيرة كده في قطر وقبرص وعمان برضه فشل علشان في موسم 21 22 ينتقل للدوري البنجلاديشي. زي ما بقول لك كده، ما تخلينيش اقولها تاني عشان صعب. انتقل لنادي اسمه شيتاغونغ ابهاني، دوري ضعيف والدنيا ماشيه معاك، قال لك اروح اغير جو. تألق جدا مع الفريق ده وكان هداف الدوري وقتها. 21 مباراة سجل 21 هدف وصنع 4. وايه ده؟ كأنهم تعاقدوا بالظبط مع كريم بنزيما. وبعدها انتقل للدوري القبرصي والعراقي وبرضه كان موضوع فاشل جدا. وفي النهاية الموسم اللي فات رجع نيجيريا مرة تانية عن طريق نادي بايلسا اللي بدأ معاه مسيرته. ولعب 3 مباريات الموسم اللي فات ما سجلش ولا صنع والدنيا بايظة منه. المهم هو حاليا عنده 31 سنة وبيلعب في نفس النادي اللي بدأ فيه واللي انتقل منه للنادي الأهلي. ولحد هنا يا صديقي خلصت قصه بيتر ايبنبوي لاعب الاهلي السابق. عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي.